السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. علمت جريدة المنتخب بأن محمد بوطريقة الرئيس السابق للرجاء الرياضي قرر الترشح مجددا لرئاسة الفريق خلفا لعزيز البدراوي الذي فشل في تدبير وتسيير الرجاء منذ توليه رئاسته وقاده لإخفاقات كبرى منها الخروج الكارثي من عصبة أبطال إفريقيا في دور الربع ثم خروجه من المنافسة على لقب البطولة. وحسب بعض المصادر فإن بوطريقة يحمل مشروعا جديدا في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها الرجاء والتي لا تليق به كفريق مرجعي وله تاريخ وله قاعدة جماهيرية كبيرة، بل فريق شرف الكرة المغربية في كثير من المحطات والمواعيد الكبرى، ما يجعل التغيير أصبح أمرا حتميا.